حرية ولا موت؟ ملحمة القلب الشجاع هتاخدكم لاسكتلندا مع ويليام والاس. قصتنا بتبدأ في أواخر القرن ال 12 في اسكتلندا، بلد كانت عايشة في سلام لحد ما الملك اللي بيحكمها مات، والملك ده ملوش وريث، وده خلى الكل ينط على العرش، وخصوصا ملك انجلترا ادوارد الأول. عينه على اسكتلندا، ونبلاء اسكتلندا بيتصارعوا على مين يحكم البلد، فادوارد بيخطط يسيطر على البلد، فبيقترح يعملوا اجتماع سلام، النبلاء بيصدقوه. وبنتعرف على ولس، فلاح اسكتلندي بيحب بلده، عايش مع ابوه واخوه جون في مزرعه بسيطه. فولس بيبقى قلقان على نبيلهم اللي راح الاجتماع، فبيروح يطمن، بس الصدمه ان ادوارد غدر بيهم كلهم وقتل النبلاء كلهم في منظر بشع. وولس وابوه واخوه بينضموا للفلاحين علشان ينتقموا من ملك انجلترا، لكن الثوره بتفشل وابوه واخوه بيرجعوا محمولين في كفنهم. فالكرويين بيقرروا يربوا ويليام زي ابنهم، بس عمه ارجيل راجل حكيم بياخده ويعلمه الشجاعه والقتال، وبيلف بيه اوروبا كلها. بعد سنين ويليام بيرجع راجل كبير وقوي، وعلى الناحيه التانيه ادوارد بيطلع قانون جديد اسمه الليله الاولى، يعني اي عروسه هتتجوز لازم تروح للنبيل الانجليزي الاول عشان تقضي معاه اول ليله جواز، ولا العريس هيتقتل. ويليام بيحب واحده اسمها مارون صديقه طفولته، وبيقرر يتجوزها في السر علشان يحميها من القانون ده، فبيعملوا طقوس جواز سريه في الغابه. بس الجنود بيلاحظوا نظرات الحب بينهم، واحد منهم بيحاول يتحرش بمارون وهي بتدافع عن نفسها وبتضربه، لكن قائد الجنود بيربطها على شجره وبيقتلها بكل قسوه بسكينه. ويليام بيوصل متاخر، ما بيلحقش ينقذها، وبيقرر ينتقم وبيهجم على الجنود مع الكرويين، وبيذبحوهم واحد ورا التاني، وبيربطوا القائد في نفس الشجره ويخلصوا عليه. فالخبر ده بيوصل لادوارد، والقريه بتبقى في خطر. ويليام مش بس بينتقم، ده بيبدا يعمل ثوره كبيره، قرى تانيه بتنضم له زي ستيف، واحد كان حاكم ايرلندا وهرب من الانجليز، وكمان بيهاجموا معسكر انجليزي وبيقتلوا الجنود وبيولعوا في المعسكر كرمز للتحدي بتاعهم. الثوره بتكبر، وويليام يخترع فكره عبقريه، رماح طويله عشان يواجهوا فرسان الانجليز اللي على الخيل في معركه ستيرلينج، وكمان بيقنع النبلاء يحاربوا معاه، ويخططوا انهم يهربوا في الاول ويرجعوا يهاجموا من الخلف. الخطه دي بتشتغل زي السحر، وبيفوزوا بمعركه عظمه خلت الانجليز يترعبوا. فالنبلاء بيختاروا ويليام قائد عام للجيش، بس بيبتدوا يتخانقوا من تاني على مين يحكم اسكتلندا. ويليام بيزهق وبيسيبهم، لكن روبرت الوريث المحتمل للعرش بيحس بقوته ويقرر يدعمه. على الناحيه الثانيه ادوارد الثاني ابن ادوارد الاول مش مهتم بالحكم خالص، سايب كل حاجه لمستشاره ومش عارف يتصرف. مراته ايزابيل بنت ملك فرنسا بتسمع عن ويليام وبتعجب بشجاعه ادوارد الاول. بيرجع من سفره بيلاقي ابنه فاشل والثوره كبرت، فبيبهدله وبيبعت ايزابيل تتفاوض مع ويليام. ولما ايزابيل بتشوف ويليام بتعجب بيه اكتر، خصوصا لما بيرفض عرض ادوارد بالفلوس والاراضي، وبيقول مش هيوافق غير لما يحرر اسكتلندا كلها. ايزابيل بتحذره في الخفاء من خدعه ادوارد اللي بعت جيشين من ايرلندا وفرنسا علشان يقضوا على ويليام. فستيف بيستغل مكانته القديمه وبيقنع الجيش الايرلندي ينضم لهم، بس في معركه فلكيرك النبلاء بيخونوا ويليام وبيهربوا، وحتى روبرت اللي ويليام كان واثق فيه بيخذله، وويليام بيتصاب وبيغمى عليه، بس روبرت بيهربه في اللحظه الاخيره قبل ما الجنود يقبضوا عليه. ويليام بيرجع زي الاسد وبيبدا يقتل النبلاء الخونه واحد ورا التاني. ادوارد بيخطط يغدر بيه في اجتماع جديد، فبيبعت ايزابيل تاني علشان تكسب وقت، لكن ايزابيل بتعرفه بالمؤامره، وويليام بيحبس جنود ادوارد وبيحرقهم كمان. وايزابيل بتعترف له انها بتحبه، وهو كمان بيحس بنفس الشعور، فبيبعتها لباباها ملك فرنسا سليمه. ادوارد بيتصاب بشلل من الصدمه، وابنه اللي مش قد مسؤوليه بيمسك الحكم. وعلى الجانب التاني النبلاء بيرجعوا لويليام زي الكلاب، يتربوه ويسامحوه وبيدعموه كمان، واصحابه بيحذروه انها خدعه، بس ويليام بيروح وبيكتشف انه غدروا بيه تاني وبيقبضوا عليه. وروبرت بيحاول يدافع عنه بس بيضربوه وبيفقد الوعي. لما بيفوق بيواجه ابوه اللي بيعترف انه خطط الغدر دوت عشان مصلحه اسكتلندا، بس روبرت بيرفض لعبه السياسه القذره دي. وويليام بيقف قدام القضاه صلب زي الحديد وبيرفض يعترف بالذنب او يترجى ادوارد. ايزابيل بتزوره في السجن تبكي وتترجاه يعترف عشان يعيشوا سوا بعيد عن كل ده، بس ويليام مش عاوز يخذل شعبه اللي شايفه رمز الحريه. ايزابيل بتروح لادوارد اللي على الفراش الموت وتقول له انها حامل من ويليام، يعني ابن ويليام هو اللي يحكم انجلترا يوم ما. وفي الاعدام ويليام ماسك منديل مارون حبيبته اللي راحت ضحيه الظلم. وسط التعذيب بيصرخ بكلمه حريه بصوت يهز الساحه، وبيشوف مارون بتضحك له وسط الناس فرحانه بشجاعته قبل ما السيف ينهي حياته. صوته بيوصل لادوارد اللي بيموت من الصدمه بعد سنين. روبرت اللي بقى ملك اسكتلندا بيجمع الجيوش ماسك منديل ويليام، بيقود معركه حاسمه بيحرروا اسكتلندا اخيرا. كل واحد فيهم جواه قلب ويليام والاس القلب الشجاع. وعلى فكره دي قصه حقيقيه يا ابطال. لو عجبتكم القصه ونفسكم تكتشفوا المزيد من القصص، اعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناة عشان ما يفوتكوش اي جديد. فعلوا زر الجرس. سلام.